يا مساء الخير. تعالوا بقى نعمل مع بعض كده تورتايه، بس بقى بالسبونج الجاهز. احنا المره اللي فاتت عملناها بايه؟ بالسبونج البيتي اللي احنا عملناه مع بعض. المره دي سبونج جاهز. هنا بقى حطيت في العجان، حطيت 5 بيضات، حطيت كيسين فانيليا، حطيت نص كوبايه ميه من الحنفيه. ماشي بقى، هو كده ايه ده السبونج الجاهز الفانيليا. واحط كمان معاهم معلقه خل عشان خاطر زفرة البيض، وهنحط كمان محسن الايه الجل. هحط بس الاول الحاجه دي. بصوا كده، انا هركن السبونج على جنب واحط المحسن الجل واحطهم ايه في العجان ياخدوا لفه كده مع بعض. واللي لسه ما اشتركش بقى في القناه يشترك في القناه. لو عجبكم الفيديو، عجبتكم التورتايه، تقولوا له رايكم واعملوا شير بقى عشان عايزين القناه تكبر. هنا بقى انا حطيت الكيس كله ماشي. بس كده هنديها لفه كده. يبقى انا كل اللي انا حطيته هو البيض، لا الميه، خل فانيليا كده، محسن الجل بس، ما حطيتش حاجه اكتر من كده. السبونج بقى فيه كل حاجه. هفضيهم كده بقى على المواد السايله دي، وهنلفهم لفه كده بالراحه عشان خاطر الايه الدقيق ما يطرش مننا. وبعد كده بقى نعلي براحتنا. بص بقى كده على سرعه عاليه كده. خلاص خبز معانا بقى كده اللي السبونج. طبعا انا كنت مولعه الفرن. اول ما دخلت اعمل في العجينه رحت مولعه الايه الفرن. هنا بقى هنطلع كده ايه السبونج، ونشوف الصينيه اللي احنا هنحط فيها. هنحط هنا في حته زبده الجناب، وهنحط في الارضيه ورقه زبده. فيه تمام، مفيش خلاص. هنا انا بجيب بقى بلفهم كده عشان لو في حاجه ايه مش مدهونه حلو. بصوا، دي الصينيه ديت مقاس 26. ممكن نعملهم كمان في اقل من كده، اللي هي 24. بس كانت حلوة مش وحشة. هنشوفها بقى في الاخر ارتفاعها عامل ازاي. بصوا بقى العجينة بتاعت العجينة طول ما هي تقيلة كده، دي العجينة معانا ايه ناجحة، اللي هو محسن الجل. هنا بقى كده خلاص انا طلعت منها الهواء وندخلها. بصوا الفرن طلعت بقى عاملة ازاي. هي كده لسه سخنة. انا بقى هغطيها واركنها لتاني يوم. سيبها كده على الرخامة زي ما هي، ولا حطيتها في التلاجة ولا اي حاجة. تعالوا نشوف بقى ده كده الصبح. بصوا اهي، ولا هبطت ولا اي حاجة. يا دوبا بس هي ايه من الجناب بس، شايفين اهي. انا هسلكها بس برضك بالسكينه. هي سالكه، شايفين من الجناب عامله ازاي. بس برم بل بد تكون حته كده لازقه في الصينيه او حاجه. نمسح بقى الرخامه مسحه كده حلوه تمام. عايزه اقول لكم طبعا الرخامه ايه كده على طول نظيفه، بس برضك لازم نديها مسحه. احنا كل ما نخبط عليها عشان تنزل كده اهو. برضو لازم اللي يخش عند الايه عند الناس بيخبط على الباب. فاحنا هنطلع الصينيه دي الكيكه من الصينيه بتاعتها، فبنخبط عليها كده اهي. هنا بقى بصوا القعر دوت مش محروق، بس انا لازم اشيله كده. انا هلم كل ده كده. عايزه اقول لكم هي طبقه رقيقه خالص، بس انا لازم اتعامل معاها برضو بالراحه. عايزه اقول لكم ان الكيكه ديت طلعت، يعني عايزه اقول لكم اسفنجيه خالص. بص بقى ده الوش ده لازم اساسي يتشيل كمان. انا ممكن اقشره بايديا وممكن اشيله بالسكينه، بس انا استسهلت بقى بايديا بالسكينه كده على طول. هلمهم كده، هم حبه خفاف برضو. بس كده بقى هنقطعهم بقى هنقطع التورتايه دي كده، الكيكه على نعملها 4 ادوار كده، 4 طبقات. بصوا شايفين من قلبها عامل ازاي، من جوه ابيض شمع. عايزه اقول لكم هي مش مستحمل، انا بتعامل معاها بالراحه جدا. بصوا بقى انا مخليها سمكها
رفيع قوي ولا تخين قوي، يعني حلو. انا عامله المنشار على رقم 9. على رقم 9 كده. طلعت معايا 4، والأربعة قد بعض، ولا واحدة تخينة ولا واحدة رفيعة. خلاص كده بقى، تعالوا نعمل كريم شانتيه. معايا هنا اهوت، انا حطيت كوباية، ودول الباقي طلعوا 2 كوبايتين الا ربع. هضيف لهم معلقتين باستر كريم، هضيف لهم معلقتين لبن بودر، ممكن نضيف ده او ده، ومعلقتين سكر. ممكن ما نضيفش حاجة خالص، كريم شانتيه ومية بس، انا متوفرة عندي فبحطهم. خلاص يعني انا ممكن اعمل الكريم شانتيه بمية بس، والسكر عشان لو هو مش مسكر، اللي هو الخام يعني. وهنا بقى عندي مية، هحط كده بقى ايه، هعبي الكوباية، هحط كوبايتين مية، ولو عوزت هحط تاني. يعني هضرب الاول، مش هكتر مية، ولو عوزت مية هحط. هنا بقى ده التلج فايه، يبقى انا كده حطيت الكوبايتين الا ربع كريم شانتيه، وحطيت عليهم كوبايتين مية، وهاخده بتاع ربع كوباية مية تاني. عايزه اقول لكم ان التلج دوت كان عمال يخبط في المضرب، ربنا يستر. بصوا بقى، شايفين الكريم شانتيه عامل ازاي؟ انا كده ضفت له كمان حبه ميه كمان. بس كده بقى، تعالوا نشوف هنعمل ايه في التورتايه الجميله اللي كان طعمها تحفه، كانها من بره بالظبط، صدقوني احلى من بره. كفايه بس، يعني عايزه اقول لكم، يعني احنا عارفين احنا عاملين ايه. بصوا الكيكه بتاعتها مش مستحمله اساسا. هنا بقى هنجيبنا بقى ايه، طبق كده بتاع الحلويات، ونحط حته كريم شانتيه عشان نثبت الايه، حته التورتايه. بص، هو انا المفروض كنت حطيت اللي هي الوش من تحت، بس معلش. هنا بقى حطيت معلقتين عسل لا، معلقتين عسل كنافه من اللي احنا بنعمله ده للكنافه. طبعا هو تقيل، فانا فكيتهم بحبه ميه. عايزه اقول لكم، يعني هي كانت الكيكه اساسا يعني مش مستاهله، بس حطيناهم برضو بيتزق اكتر حاجه الحروف. بس يعني هسقسقها كده بمعلقتين كده على الوش كده وخلاص. وممكن ما ننزقهاش خالص، يعني هي مش مستاهله اساسا. وهنحط بقى كريم شانتيه، ونعمل بقى ايه طبقات بتاعتنا. ممكن نعبي الكريم شانتيه ده في الكيس، ونلف بقى بيه على الكيس، وممكن نحط حبه حبه زي كده ونلف. بس الكريم شانتيه عشان تقيل بيتفرد معايا بصعوبه، بس هو عشان الجو حر كمان، عشان مسيحش مننا بسرعه. بس هو عامه لازم يبقى متماسك كده. بتاع دي مش نافعه. هنا بقى هنجيب بقى حاجه كده نعمل بيها، مش فاكره اسمها. ايوه هي دي، اسمها ايه؟ نسيت اسمها. وندهن بقى كده، شفتوا بقى كأنكم بقى بتدهنوا كده ايه، تدهنوا ايه يعني حاولوا بقى ان انتوا تسووها كده، فاهمين؟ كل زيادات تشيلوها، والحته اللي تلاقوها يعني مش متساويه ناخد برضك من نفس الحته اللي انا بشيل منها واحطها تاني. عشان بصوا، لو حته عاليه وحته واطيه هتخلي معايا الكيكه اساسا فيها ميل، فاحنا نحاول نخليها كلها سوا واحد. حط بقى الطبقه التانية كده، دي اللي هي بقى اللي كانت فين، على الوش. وهزيها برضك تاني بالسيرم. ماشي. بص، انا كنت مركزه اكتر على الجناب.
وهنعمل نفس اللي احنا عملناه في اول طبقة. يعني انت جيتي منين يا رخمة؟ رخمة رخمة يعني. دي كده تالت واحدة، بدوس عليها كده عشان تبقى كلها ماسكة بعضيها كده، مش تبقى تيجي نقطعها نلاقي دي راحت يمين ودي راحت شمال كده، يعني فاهمين؟ كل ما تاخد كأنها يعني قطعة واحدة. بس شايفين الوعد قد ايه؟ بجد طلعت تحفة. يعني عايزة اقول لكم دي لو جابت من بره تجيب لها كام. انا ببص على اسعار التورت دلوقتي، على اسعار التورت. هي سهلة وبسيطة وسريعة. هنجهزها من قبلها بيوم ونقوم تاني يوم نجي يعني كل اللي هنعمله التزويق بتاعها، مش اكتر من كده. دي بقى اللي هي كانت القعدة دي بقى عشان بتبقى متسوية كده، حتى واحنا بنفنش في الاخر كده هتلاقوها سهلة كمان في الكريم شانتيه، ومش هتبقى حتة عالية ولا حتة واطية. انا بقى هلم كل اللي هو المفتفت ده من على الوش عشان يبقى سهل معايا في التجليس التورتويه، اللي هما الحبة الناعمين دي. بصوا بقى متساوية، هتساعد في الكريم شانتيه يبقى كله سوا واحد. هنا بقى انا خلصت اللي من فوق نزلت على الجناب. عايزه اقول لكم ما كملتش حاجه معانا، يعني كل اللي احنا عملناه بس خبزناه قبل ما ننام، وقمنا الصبح كل اللي احنا عملناه جهزناه بس مش اكتر. هي ما فيهاش ولا حته عاليه ولا حته واطيه، كلها سوا واحد. عايزه اقول لكم بقى كنت عماله افكر ازوقها بايه ازوقها بايه، يا ترى هنزوقها بايه؟ مفيش في دماغي حاجه ان انا ازوقها بيها. هقول لكم في الاخر زوقناها ازاي. يعني سيبناها كده ايه، زي ما جت تزويقه معايا زوقناها. هنا بقى جبت اللي هو المشط المشرشر ده وعملناها زي تجازيع كده. كل ده في الاخر هيتدرى، يعني مش مشكله، ممكن ما نعملهاش خالص، يعني نخليها كلها سوا واحد، فمفيش مشاكل. كده خلاص. تعالوا بقى نشوف هنزوقها بايه. هنا الاول انا عملت لها روزيتات بقى كده من تحت، شايفين اللي هي اللي تحت دي لفتها من تحت، وده كانت شوكولاته انا مسيحاها. تعالوا بقى ناخدها كده على الحرف كده. دي شوكولاته خام. وممكن بلاش الشوكولاته ونعمله روزيتات عادي يعني. نعمل بقى الشوكولاته دي بقى هي تنزل بقى كده من على الجنابه بشكلها، بص بشكلها تحفه ازاي. ونمشي بقى على حرف كده الشوكولاته نداري الايه الخطوط اللي احنا عملناها دي. هنا هنجيب بقى الجناش بقى كان عمل ايه، كان بصوا جامد بقى، فاتفرد معايا على التورتايه كده بالعافيه. هو لازم يكون سايح شويه بس الاستعجال بقى. عايزه اقول لكم طلع عيني وقت ما اتفرد. مشكله ان انا فضيتهم ولقيتهم جمدوا خالص. بصوا بقى يجيب لي الايه، بيجيب لي الكريم شانتيه من تحت كده. بس هنفردهم برضك في الاخر على مين. هما طلعوا عيني بس مفيش مشاكل.
بصوا بقى هنا جبت بقى البسكوت اللي هو الاوريو دوت، رحت رحت طحناهم ورحت موزعاهم على الوش، وجبت باقي صوص الشوكولاته اللي هو كان في الكيس الحلويات دوت بتاع كريم شانتيه، ورحت واخده عليهم خطوط من فوق كده. وعندي البسكوت دوت بقى ايه، فتحتها نصين، هما اتنين في بعض كده، ورحت ايه ملزقه كده ايه، اتنين هنا واتنين هنا، ادوها منظر كده حلو. كده خلصت معانا التورتايه البسيطه السريعه. وقولوا رايكم فيها ايه، واشوفكم في فيديو جديد. باي.